تعرفي بقى ان ست البيت الشاطرة هي اللي بتحاول تعمل كل حاجة في بيتها بنظافة وتوفير من غير ما نشتريها من بره بأسعار فظيعة. اعمليها في البيت وما تشتريهاش من بره، ده شعارنا وده اللي اتعودنا عليه في مطبخ ياسمينة. اعملي الأكلات الجميلة. هنعمل النهاردة أحلى صينية سمين بنعملها أول يوم العيد، وده اللي احنا متعودين عليه. الصينية دي العيلة كلها بتتلم عليها ونفطر بيها أول يوم العيد. نجهزها كده مع بعض ونحفظ الطريقة عندنا. لو انتي أول مرة تشوفيني، أنا ياسمين سعيد من مطبخ ياسمينة. أول حاجة هجيبي صينية ألمونيوم عشان هي دي اللي بتبقى في التسوية حلوة جدا. هنحط عليها شوية حلوين من الزيت وننزل عليها بحتة من اللية الضاني، تقطعيها مكعبات صغيرة وتشوحيها كده مع بعض. وبعد كده انزلي عليها بصلتين كبار متقطعين جوليان زي ما انت شايفاهم. وبعد كده انزلي عليها رشة ملح، رشة فلفل اسود، ورشة كمون، ياخدوا كده وريحتهم تطلع كده وتتشوح كده شوية صغيرين. ابدأي اركنيهم على جنب وانزلي عليهم بقى بحتة لحمة كده حلوة أنا جبتها وحطيت عليها شوية من البرغل وعليها ملح وفلفل أسود وبصلاية مفرومة، وقلبت كل الكلام الجميل ده مع بعضه وشكلناها كده على شكل كور. وبعد كده بعد ما اتشوحت هنركنها على جنب وننزل بقى بالسجق القمر اللي موجود طبعا عندنا في العيد بشكل فظيع. كل الناس بتجيبه وتعمله بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده وتشوحوا التشويحة الجميلة دي. هننزل نشوحه كده لحد ما يبدأ ياخد لون جميل زي اللي انت شايفاه قدامك كده. وبعد كده هنسيبه يكمل التسوية بتاعته على جنب، وهننزل بآخر مكون عندنا اللي هو الكبدة، اللي هو الحاجة الشهيرة أول يوم العيد الصبح يا جماعة. الناس كلها بتفطر كبدة. بصي بقى اعمليها بالطريقة ديت. نزلي الكبدة، حطي عليها رشة ملح، رشة فلفل اسود، ورشة كمون، واربع فصوص توم مفرومين، وانزلي عليهم بشوية كزبرة ناشفة بيدوها ريحة وطعم. انت اول ما هتحطي الكبدة وتحطي عليها الحاجات دي انت هتشم الريحة لوحدها هتقلب الدنيا. اعمليها بنفس الطريقة ديت. وبعد ما الكبدة تدخل في السوا هننزل عليها بشوية من الفلفل بقى السبايسي الجميل اللي بيفتح نفسنا. لو انت ما بتحبهوش حطي فلفل بارد، بس هي حلاوتها في الفلفل السبايسي ده. خطير خطير يا جماعة، الريحة والطعم بجد كان ولا اروع. ابدأي قلبي بقى بعد ما الكبدة استوت، قلبي كل الحاجات دي كلها على بعض. صينية لحوم مشكلة بطريقة يا جماعة خطيرة، تحفة. كده خلاص هي دخلت في السوا معانا بقى. هنبدأ كده نقلب تقليبة كده نشم الريحة بقى. وآخر حاجة عندنا الصوص العالي جدا، رشة من الخل بتخليها كده تعمل تسمعي صوت كده وريحة مش قادرة أقولك على الجميل. وريحة بقى هتطلع معاكي ايه، خطيرة خطيرة بجد يا جماعة. أنا من كتر الجمال ما كنت صابرة أصور الفيديو، والله فعلا تحفة. الحركة الشهيرة بتاعت المحلات اللي احنا بنعملها، تجيبي العيش كده تغطسيه كده وياخد كده من طعم الدهون والحاجات اللي احنا حاطينها بتاعت الكبدة والسجق. وابدأي اعملي السندوتش الجميل. السندوتش لوحده شكله يجوع بجد خطير. لازم تجربي الوصفة ديت أول يوم العيد، لازم تحفظيها عندك وتعمليها بنفس الطريقة. هتطلع معاكي احلى صينيه سمين ممكن تدوقيها في حياتك. ممكن تزودي عليها طحال، ممكن تزودي عليها الحاجات اللي انت بتحبيها كلها، وكله هيبقى بنفس الطريقه اللي احنا عملناها. تحطي كل مكون وتشوحيه، واول ما يدخل في السوا تركنيه على جنب وتنزلي بالمكون اللي بعده. وفي الاخر بتقلبي كل الكلام الجميل ده مع بعضه. عصره الليمونه الرايقه بقى. ولو عجبك الفيديو دوسي لايك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. وما تنسيش تسيبي كومنت حلو زي كده بالظبط.